جالس من بداية الحلقة تتكلم عن مظلومية آل البيت. عن أي مظلومية تتكلم؟ مظلومية آل البيت. بالعكس، آل البيت منذ أن عرفناهم وهم محبوبين محترمين نجلهم ونعزهم، ولكن منذ أن وصلوا للحكم في كل الشعوب العربية بدأوا يظلموا، بدأوا يسرقوا، بدأوا ينهبوا. متى وصلوا إلى الحكم؟ اليوم أنا أكلمك عن اليوم. دخلوا العراق، دخلوا سوريا، دخلوا لبنان، دخلوا اليمن، قتلوا ونهبوا وسرقوا وينتقمون من المسلمين أشد الانتقام. أنت ناصبي ملعون، وأنت لا تفهم ما هي مظلومية آل البيت. حتى لو قتلوا وحتى لو سرقوا فهم لا زالوا مظلومين. المفروض يقتلوكم من زمان، يسحقوكم من زمان، لكنها مظلومة الآن. اللي تتكلم عنه في اليمن هؤلاء لا زالوا مظلومين. هذا المظلومية التي أتكلم عنها مظلومية آل البيت، حتى إنك تضطر إنه يجي يقتلك، هذا ظلم. المفروض تقتل نفسك لا تتعب. والسلام عليكم.